عاوزين تعملوا قهوه اسبريسو في البيت وتطلع احلى من الكافيهات كمان، ومش كده وبس، ده انتوا هتجيبوا البن اللي بتحبوه متحمص وهتطحنوه كمان وتتحكموا كمان في درجه طحن البن. على فكره القهوه الاسبريسو مفيده جدا، يعني لو حابين تعملوا كوفي كورنر في البيت يبقى الفيديو ده مفيد لكم جدا، لان هعرض لكم فيه اقوى مكنه اسبريسو مصريه من شركه رافال بمواصفات عالميه، حقيقي فخر الصناعه المصريه، وسعرها كمان كويس جدا مقارنه باسعار ماكينات الاسبريسو اللي بتقدم نفس المهام اللي بتقدمها مكنه اسبريسو رافال، اللي تقدري من خلالها تعملي اكتر من 13 مشروب ساخن من اللي بيتقدم على الكافيهات. يعني لو عندك ضيوف هتعملي لهم احلى قهوه اسبريسو من ايديك يا ست الكل. وده شكل مكنه قهوه الاسبريسو من رافال، ما شاء الله على التصميم، محترم جدا، الخامات كلها عاليه الجوده والتصميم سيمبل جدا، واللون الاسمر طبعا الجميل، حقيقي شكلها جميل قوي، والزراير الفلات المضيئه حاجه جميله جدا، الاسلاك كمان خامتها قويه جدا زي ما انتم شايفين. مكنه اسبريسو ومطحنه في نفس الوقت، ايوه هي دي القطعه اللي بنطحن فيها البن، بتيجي بسعه 250 جرام للطحنه، هتطحني فيها ربع كيلو بن. نركب قاعده الكوبايات او الفناجين الاستانلس، وده بقى جزء البورتا فلتر اللي بيتركب في المكنه اللي بنطحن فيه البن وبنعمل من خلاله الاسبريسو، وخامته كويسه جدا، معاه فلترين لكوبايه او لكوبايتين، تركيبه سهل وبيتركب باحكام. وده البورتا فلتر الثاني اللي بيكون خاص بكبسولات البن، بتحط فيه الكبسوله وبتقفلي وعلى طول بتعملي احلى فنجان اسبريسو. والكبسولات دي بيكون فيها اطعم كتير على فكره، كل حاجه هتحتاجيها مكنه رافال هتعملها لك. بصوا بيجي مع المكنه حاجات كتير قوي، مكبس البن التقيل القوي اللي بيكون في الكافيهات، سكوب الحليب الاستانلس الاصلي ما شاء الله، معلقه معياريه بقعده تقدري تساوي بيها البن كمان، فرشه صغيره كده علشان تقدري تخش كل اجزاء المكنه وتنضفيها اول باول، مضخ الميه اللي بتزودوا بيه ميه الفلتر، ولو في حاجه ما عرفتوهاش طبعا بيجي الكتالوج مكتوب فيه كل التفاصيل وطريقه الاستخدام الصح، غير شهاده الضمان اللي بتكون ب3 سنين. الجزء اللي بيتبقى في الميه الزياده ده بيتفك ويتركب طبعا عادي، وفي مؤشر بيعرفك الميه وصلت لفين، وده طبعا التانك اللي بياخد ميه كتير زي ما انتم شايفين. يعني انا فضيت ازازه لتر ونص وكان لسه برضه في باقي. المكنه دي تنفع اصلا لبتوع الكافيهات، يعني لو حد عايز يشتري او يبدا ان هو يعمل كافيه فعلا مكنه رافال هتشغل الدنيا عنده كويس قوي. جبت بن متحمص وهنبدا نطحنه كده ونشوف المطحنه شغلها عامل ازاي. يعني ضفنا كده شويه حلوين وهنبدا نشغل من زرار الباور على طول، وفي كمان كذا زرار، ده زرار الطحن وده زرار الواحد شوت، وفي مؤشر في النص وده زرار الاتنين شوت، وزرار للميه السخنه وزرار للستيم او التبخير، وده عمود الستيم المسؤول عن التبخير. طبعا في جلده كده هنمسك منها علشان ما نتلسعش لانه بيكون سخن جدا. قبل اول مره نشتغل في المكنه مهم ان احنا نشغلها كده على الفاضي، يعني هننزل ميه من كل حته، وده علشان نتاكد من نظافتها لان بتكون جايه من المصنع. دلوقتي بقى احنا جاهزين ان احنا نعمل احلى شوت اسبريسو. على طول هناخد البولتا فلتر ونحطه كده في المكان بتاع المطحنه، ونحدد درجه الطحن عاوزينها ناعم او خشن. طبعا في الزرار نقدر نطحن من خلاله، وكمان في البولتا فلتر مجرد ما نضغط عليه لجوه كده هيطحن معانا برده، وضغطه كمان لجوه هيوقف طحن. الموضوع لذيذ جدا يا جماعه ما شاء الله، مع مكنه رافال سهلت علينا كل حاجه في البيت، في ثواني هتعملي احلى فنجان اسبريسو في ثواني. نركب المكبس كده علشان نكبس البن كويس ونلف لفه صغيره، علشان مهم ان البن يكون متساوي من كل الجهات. ناخد بقى البورتا فلتر على طول ونركبه في المكنه علشان نعمل احلى دبل شوت اسبريسو، حاجه عظمه. اهم حاجه لو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وشوفوا بقى شكل القهوه الاسبريسو اللي عملناها في البيت، احلى من الكافيهات دي ولا لا؟ وش كريمي وحاجه عظمه، والطعم كمان مفيش احلى من كده. المميز في القهوه الاسبريسو يا جماعه ان هي بتكون متصفيه تماما يعني هتكون مفيده جدا ومش هتعمل لنا حصوات زي القهوه التركي. دي كبسولات القهوه الاسبريسو اللي جبتها، جيت اركبها في البولتا فلتر طلعت صغيره للاسف، اتضح ان كان في مقاسين من الكبسولات، الصغيره والكبيره. البولتا فلتر ده بياخد المقاس الكبير، خلوا بالكم وانتوا بتشتروا الكبسولات. بس عادي برضو فتحت الكبسولات الصغيره اللي كانت بطعم الكراميل والشوكليت وعملت بيها اسبريسو وطلع خطير جدا، بس عملتها بالبورتا فلتر العادي مش الخاص بالكبسولات زي ما انتوا شايفين كده. على طول ونشغل في ثواني هنعمل احلى شوت اسبريسو، كان طعمه بجد حلو قوي. يلا مستنيين ايه؟ لو مش هتشتريها يبقى لازم تعملي منشن لصاحبتك اللي داخله على جواز، علشان بيقولوا اليومين دول لازم العروسه تجيب مكنه القهوه الاسبريسو وهي جايه. اكيد بهزر يعني، ربنا يقدر كل اخواتي وكل اب بيجهز بنته. عملت كمان كوبايه شاي اخضر بالنعناع تقدروا تعملوا بيها كل المشروبات اللي بتحبوها. فومت كمان فيها لبن وجربت الستيم، ولما تيجوا تفوموا اللبن مهم ان هو يكون بارد معاكي طالع من التلاجة علشان يطلع الفوم شكله حلو زي ده. شايفين يا جماعه الجمال؟ فنجان اسبريسو لاتيه بكل سهوله عملناه في البيت وطالع جميل جدا. وعلى فكره المكنه سهل ان احنا ننقلها، لو رايحين مصيف ولا حاجه هتكون معاكي وهتعملي بيها احلى مشروبات مضمونه من ايديك. هسيب لكم لينك شركه رافال في اول تعليق اللي تعرفوا من خلاله كل التفاصيل والاسعار. شكرا لكم على مشاهدتكم ووقتكم. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان هعرض لكم منتجات حلوه كتير. تحياتي ليكم.